هنشوف بس برطمان عشان نحط فيه الطماطم. بصوا ده بقى البرطمان اللي احنا هنحط فيه الطماطم، وهنسيبه جنبنا هنستخدمه حتى ولو شهر من غير ما نحطه في التلاجة. تعالوا هنا بس هنحط حبة صلصة عشان احنا ما حطيناش طماطم. طبعا حبة صلصة دول ايه بقى، يعني مركزين. احنا هنقفل بقى العدس ونسيبه يبرد، وبعد كده نضربه بالهاند بلندر. مفيش هاند بلندر في الخلاط. اقول لكم زمان كنا بنعمله ازاي. كنا بنحط في الخلاط وبعد كده في المصفى ونقعد نعصر بايدينا قبل الهاند بلندر يعني. هو انت عندك الساعه كام دلوقتي يا ران؟ صالح ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه يا صالح؟ ده نورك، انت اللي منورني. العدس طيب بالشتاء، طبعا، امال ايه. السلام عليكم نبيل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني شوربه صح؟ شوربه عدس. انتي تحبي السعوديه؟ انا مساعد توقعين منين؟ طبعا بحب السعوديه، واهل السعوديه كلنا اخوات. لا معرفش حضرتك منين. سامعين الهدوء؟ البوتاجاز كان عامل قلق جامد. تعالوا نجهز بقى النشا، عشان النشا والخل هما اللي هنعمل بيهم ايه الكاتشب. تمام، تعالوا يلا نجهز النشا سوا. بصوا النشا بقى تبع الكميه اللي قدامك. خلاص الكميه اللي قدام انا هحط هنا ايه، معلقتين هرميين كده، عشان برضو لونها ما يبقاش فاتح قوي. انا عايزاها تبقى ايه، تبقى غامقه. تحسوا ان بقى فيه كاتشب تحس ان لونها فاتح شويه كده، اكن محط عليها لون، بتبقى النشا بتاعتها كتير. هنحط الطماطم بقى في البرطمان، وبعدين نجيب الخل. لو في خل احمر يبقى حلو قوي، بس انا مش عارفه عندي خل احمر ولا لا. عماله بقول لكم الخل الاحمر وانا مش عارفه عندي ولا لا. ان شاء الله يبقى موجود. ولا احمر ولا ابيض، حبه وحبه عشان نكتر. دول كويسين قوي. هنبدا بقى دلوقتي نضيف الايه، الصلصه في البرطمان. زي ما قلت لكم انا عايزاها تبقى سخنه قوي. طبعا البرطمان ده مغسول ومتعقم وزي الفل. خلاص هو سخن تمام. مش هستنى يبرد عشان اقفل عليه بالشكل ده. خلاص هنا بقى هضيف الخل
وطبعا انا حطيت السكر وحطيت الملح، وحاسه ان الكميه بتاعت الكاتشب يعني تحسها قليله شويه، فانا مش هحط دول كلهم، هسيب حبه هعمل حبه طماطم غيرهم. هنسيبها بس على النار شويه، بعد كده اوريها لكم. انا بنت ومن الرياض، اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، منوراني. خل تفاح؟ لا مش خل تفاح، خل احمر عادي او خل ابيض. هاي هلو، اهلا بيك. انت كاتب التوقيت دلوقتي اللي هو 7:وتلت، يعني احنا عندنا تقريبا 6:وتلت. اهلا اهلا يا بلال، ازيك، اخبارك ايه؟ مساء النور، ازيك يا بلال؟ احنا بقى عايزين الكاتشب دي سبايسي، فهنحط شطه. عايزه اقول لكم، ولو حابين ان احنا نعملها باربيكيو هقول لكم نعملها ازاي كمان، في البابريكا اللي هي المدخنه. خلاص هنحط كاتشب، قصدي هنحط شطه هنزودها عشان احنا عايزينها سبايسي. هوريكم لونها. هجيب بس طبق. شايفين لونها عامل ازاي؟ مش عارفه هو واضح ولا لا، بس لونها حلو جدا، كاتشب كاتشب يعني تمام. شوفوا القوام بتاعها، شايفين القوام بتاعها؟ قوامها حلو جدا، تبقى مع البطاطس حلوه، مع البرجر، مع الكفته. انا هسيبها تبرد بقى، وبعد كده هجيب الازازه اللي انا بحط فيها الكاتشب. بصوا انا جايبه الازاز دي بحط فيها الكاتشب والمايونيز، وبعد كده بغسلها. وانا بعمل برضو المايونيز عندي هنا في البيت. على فكره انا كده يعني كده خلاص خلصت الوصفات بتاعتي النهارده معاكم. بس طبعا العدس احنا سايبينه يبرد علشان نعمله بالهاند بلندر زي ما احنا متفقين، بس انا مش حابه اطول عليكم يعني. تمام. شوف الساعه كام وبقالنا قد ايه مع بعض بقى عشان اقفل. احنا بقالنا تقريبا 42 دقيقه، يعني لسه ما كملناش ساعه. اجمل واحلى روتين، تسلم ايدك، ربنا يخليك، شكرا يا استاذ حسن.